هذا فراق بيني وبينك، مش هينفع خلاص مش قادره اتعامل معاها. انا عاده مش اجتماعيه كمان، ما اعرفش ابقى عندي اصحاب وما اعرفش، ده انا واحده بتاعت كتاب وبتاعت يعني بيتوتيه جدا، ولا بتاعت تليفونات، ولا كل الناس زعلانه، كل الناس عارفين دلوقتي سامعين وبيقدروا ان انا لا بكلم في تليفونات ولا قرايبي بكلمهم في تليفونات. اما لقيت حد بقى بيستنزف وقتي، قطعت علاقتي بيه. قطعت علاقتي بيه من هنا. افتكرت الموضوع لو من 3 شهور اللي خلص في ربع دقيقه. وكل حضرتك ما كنتيش فيه تعرفي ان المسلم المسيحيه مش ممكن تتزوج. انا ما اعرفش ثاني الموضوع اتوقد في لحظتها. لكن طيب السؤال بتاع القاضي، هل ممكن ان تتزوج ابنتك بمسلم مسيحي؟ ليه افتكرت بقى؟ ليه افتكرت انا؟ يعني حضرتك تقبلي ده؟ ايوه، انا واحده تركيبه مخي على المالي. مين يتجوز؟ ابني يتجوز واحده مسيحيه؟ بنت حضرتك. هو بيسال على بنت حضرتك اذا حد واحد مسيحي. اذا جواز مدني يتجوزه مدني. ايه المشكله؟ انا زي ما بقول كده ان العقيده ليست شرطا للمواطنه. العقيده ليست شرطا للزواج. اذا هم فعلا هيتفقوا على ده وكل واحد يفضل على دينه، ما اعرفش هيحلوا حكايه العيال ازاي، ما اعرفش حتى ما يشوفوها الشرع فيها ازاي، ما اعرفش. انا في رايي انه يسيبوا العيال تختار. يعني فكره ان احنا وراثه. حضرتك كلنا مسلمين ومسيحيين بالصدفه، محض صدفه. طبعا اكيد، عشان باباكي ومامتك مسيحيين وبابايا ومامي مسلمين. يعني هل ده السؤال اللي حيرني، ربنا هيحاسبنا على صدفه؟ اكيد لا، ام على اختيار. يعني عايزه اقول ان ليه فعلا. يعني انا بالعكس انا عايزه استفيد بالحكايه دي واهيب وزاره التعليم ان شاء الله اللي جايه انها تعمل تدرس، مش تعمل تعتيم على الدين المسيحي كده كانه حاجه خطر. بالعكس يحطوا حاجات من يعني اناجيل زي ما يحطوا حاجات من القران، والولد يشوف ده ويشوف ده ويختار. من حق الانسان انه يختار دينه، بيختار زوجته وبيختار عربيته وبيختار شقته، ولازم يفكر في دينه. لازم يختار الاول. ايوه، يفكر في العقيده اللي ورثها. يعني حضرتك كلنا واثقين كم مسلم قرا المسيحيه؟ نسبه قد ايه؟ وكم مسيحي قرا الاسلام؟ مش يمكن يعجبه الدين الثاني، مش يمكن يلاقي ذاته في الدين الثاني، مش يمكن يقنعه الدين الثاني اكثر. يعني فكره اختيار الاديان دي فكره انا بعتبرها حتميه. انت بتختار بيتك، ما بتختارش دينك اللي هتتحاسب عليه فوق. فانا ما عندي يعني مخي علماني، بمعنى اني شايفه ان الانسان الدين عندي يعني قوي جدا ومهم وفيري بريشس، لدرجه ان لازم الانسان يختاره. بس يختاره بإرادته، مش يورثه. طيب احنا في معانا مداخله. المداخله جاهزه؟ الو. هي استاذه ليندا هتتكلم بالانجليزيه. اتفضلي. I wish to wish Fatima a birthday. Sorry again please. كل سنه وانت طيبه. I would like to thank her for being